انا اصلا من قسم الحريري شارع سليم متفرع من شارع محمد عبد الرحمن، عند اشهر مكان كان معروف في العزبه اسمه مكنه التحييل. ايوه. ايه بقى اللي بتفتكره بمجرد ما تفتكر ايام زمان وانت صغير؟ بفتكر حي شعبي، الناس بيوتها كلها مفتوحه، ما كانش في حته البيوت المقفوله، وما كانش في حته ان في حد ما يعرفش حد، كلنا عارفين بعض، وممكن تبات عندنا وانا بات عندكم عادي. والدك موجود، له قرار وحكم عليا لو طول ما والدي مش موجود. لو الولد في المنطقة زعل حد، أي أب في أي بيت بيحل محل الأب ويأدب ويربي ويستطيع أنه يقومه. ما ينفعش يمر عليك يوم أو عندك مناسبة من غير ما تعمل أكل وتوزعه على الناس كلها وكل البيوت، وعيب قوي لما ترجع الطباق فاضية. يعني لكن لما يجي لنا رز بلبن او حاجات من اللي دي، كان عيب جدا انك انت ترجع الطباق دي فاضيه، لازم تحط انت كمان فيها هديه، يعني اكل ما، وترجعها لصاحب الموجود. ايا كان الموجود، ايا كان الموجود. كان في تكافل، كان كل البيوت واحد. يعني انا افتكر ان احنا كنا من الاوائل اللي جابوا تلفزيون مثلا، فكان الشارع كله تقريبا التلفزيون بيتحط في الشارع، وانا اطلع اعدل الاريال، بيذلوني طبعا عشان انا كنت اصغر واحد في اخواتي، اطلع فوق السطح واقعد اعدل الاريال لغايه لما الارسال ينظبط. وصلت الكلام ده. وفرشين بقى حصر كده، وكل الاولاد في الشارع، وابويا جايب اكياس كراميلا بيوزعها على العيال الصغيرين عشان يقعدوا ساكتين، لغايه لما يجي السلام الجمهوري بقى الساعه 12 بقى، اللي هو كان يعني يوم الخميس بالذات، كان ده لازم يوم الخميس يعني يجمعهم يعني، وده كان المسموح بيه لو تقعد لغايه 12 يعني. اول ما السلام الجمهوري يلا يلا يا ابني كل واحد يروح. السلام الجمهوري يعني نقفل التلفزيون بقى خلاص، كله يروح ينام. البيوت في عزبة الحريري الشوارع قريبة من بعض، معظم الشوارع يعني ضيقة شوية، علشان كده كان في تكافل زي ما حضرتك ما قلت. لا مش كل الشوارع زي ما الناس متخيله كده، لا الشوارع بتاعتها ما كانتش ضيقه قوي، ولكن اللي كان في تقارب، مش شوارع ضيقه، في تقارب ما بين الاسر. أيوة. يعني الناس عارفه بعض، عندها وقت تشوف بعض، عندها راحه بال، عندها قناعه، كل حاجه بسيطه، مفيش تناحر. حتى الناس بتفرح للناس، يعني النهارده وتعير، وكانت الناس تعير اذا لم تقم بالواجب مع الاخر، يعني يقول لك لا فلان ده ما عملش واجب، عيب، ده مش بتاع واجب. انما النهارده تخيل انا وانت واجب في الميت، في الجواز، في كل الظروف، شيء، في النجاح، ويعني تبقى المصيبه الاكبر لو كانت في مصيبه مش في فرح، يعني يعير وان كانت في مصيبه اكبر، لان لا ده موقف محتاج الكل يكون موجود. وما تلاقيش بقى شايل انت هم، يعني الفكره مثلا حصل حاله وفاه، مش شايل هم مين يجيب كفن ومين يعمل الكراسي ومين يعمل الكلام ده كله، اي حد موجود هيسد. خلاص. طيب والله بنته بتتجهز في الشارع، ما كنتش تحس ان الموضوع بيسبب مشكله. هتلاقي الستات البيوت كانوا متقاربين جدا وبيتكلموا مع بعض، وستات بقى يقعدوا بقى على العتبه كده، ولهم ساعه كده يقعدوا مع بعض، فاغلب الوقت فاهمين البت ناقصها ايه، طب نجيب لها ايه، بيدبروا لبعض الموضوع الاقتصادي.